خالص العزاء للشعب الإيراني في وفاة رئيسي وعقبال رئيسي أنا كمان. يا رب يا رب. وأنا من هذا المزنق بطالب الشعب الإيراني الشقيق يبعت لنا الطيارات احنا عايزينها على وجه السرعة. عايزين نبعت بلحة بيها لفة، وانا اللي هعمل لك النايه باللوحتي، وهلف جسدك النجس في ورقه بفره، وهيزج على عربه مدفع الى مزبله التاريخ بالبريد السريع. احنا محتاجين الطياره دي، احنا محتاجين امريكا تعمل لنا 22 طياره ونحط عليها الملوك والرؤساء العرب جميعا، ونبعتهم رحله فور فن فور جود. والله الموضوع قلب معايا كوميديا من امبارح. انا طبعا متضايقه عشان الراجل مات، لكن الموضوع واضح قوي ان هو خيانه داخليه خارجيه، واضح قوي 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 للعبيط. يعني مفيش حاجه يا جماعه اسمها دوله كل الناس ضدها او هي ضد كل الناس، وفي الاخر خالص رايحين تركبوا الرئيس طياره موجوده عندكم مش عارف من سنه كام و70 ومفيش لها قطع غيار ومش عارف ايه، ومتصنعه في امريكا. صناعة في امريكا اللي انتوا كل شويه تطلعوا تقولوا الموت لامريكا واللي مش عارف ايه والحاجات اللي انتوا بتقولوها دي. ايه يا جدعان ده؟ ما نخلي في شويه عقل شويه. الراجل متسلم تسليم اهالي هو واللي معاه الطياره. المهم انت جاي تعزي ولا تهزر؟ الحقيقه انا عزيتكم خلاص، وبقيت الفيديو انا عايزه اهزر. انا نفسي اطلع برضه هلبس لك اسود كده بس من غير طبعا الوان. اسود. وهطلع يا بلحة اقول لهم: فقدت جمهورية مصر العربية رجل من اوسخ الرجال، وانا بتحفظ طبعا على رجل من احقر الرجال وانجس الرجال وانتن الرجال. يا ابن بيعة الهوى، هنكتب على تربتك: هنا يرقد سيسنياهو صبي نتنياهو ابن الولية اللي عمرها ما قالت لراجل لا. وهنشيل طبعا الآيات اللي انت محرفها، اللي حاططها على القصر الجمهوري، مش عارف الأنهار ليه ملك مصر والأنهار تجري من تحتي، ومش عارف توفني مسلما اللي مسحتها من على قبرك. هنشيل كل الكلام دوت عشان احنا عارفين ان انت نصاب طبعا وبتحرف. ما هي دي لعبتكم انت والفاميليا هناك عند ماما.